السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم موجود أسامة. والنهاردة يا شباب زي ما شفتوا من العنوان أو الصورة المصغرة هنبني علم الجزائر. وده يا شباب علم ليبيا، بنيناه في الفيديو اللي فات. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. علم الجزائر هنبنيه جنب منه هنا اهو، بنفس المقاسات الستاندرد شباب اللي احنا متعودين عليها، اللي هي بتبقى عبارة عن 26 قصدي 18 في 26. وهنعمل فريم أول حاجة من بلاك كونكريت. خليكم معانا يا شباب واحنا بنجيب بلاك كونكريت. هنعمل فريم، بس اول حاجه الفريم هيبقى ازيد بلوكايه عشان يبقى جوه. اول حاجه البلوكات اللي احنا هنستخدمها يا شباب في العالم ده هو الوايت كونكريت، وهنستخدم كمان الجرين كونكريت. خلينا نجيبه دي كالوان اساسيه اهو يا شباب. هما دول البلوكات. هنودي بس البلاك كونكريت ده، مش عايزينه دلوقتي. هنيجي نعمل ايه بقى يا شباب؟ احنا عندنا 26 بلوكايه بالعرض، فاحنا عايزين نصهم باللون الابيض ونصهم باللون الاخضر. اللون الابيض هيبقى كده اهو الجهه دي، واللون الاخضر هيبقى الجهه دي. يلا بينا نبدا نعمل الفاصل. نستخدم الوايت كونكريت يا شباب، وهنعد 13 بلوكايه كده. عندنا 13 بلوكايه، وهنعد زيهم بالجرين كونكريت 13 بلوكايه يا شباب بالظبط. هنيجي نعمل بقى الفاصل ونوصل الناحيه التانية كده يا شباب. بقى معانا بالشكل ده. هنعمل ايه بقى؟ بالوايت كونكريت هنملى الفراغات دي كلها، وبالجرين كونكريت هنملى الفراغات دي كلها. خليكم مع الفيديو يا شباب. وبس كده يا شباب، يبقى عملنا الاساس تقريبا بتاع العلم. فاضل النجمه والهلال اللي تقريبا شبه بتوع علم ليبيا، بس دي هتبقى في النص مختلفه بعض الشيء. فخليكم مع الفيديو. تمام يا شباب، ودي بعد ما رجعنا لكم. النجمه يا شباب بتتعمل باستخدام الريد كونكريت. فاحنا اول حاجه عايزين نشوف نقطه الوسط بتاعه العلم ده. بما ان العلم ده 18 بلوكايه، فنقطة الوسط بتاعته مش هتبقى موجود، مش هيبقى فيه نقطة وسط عشان هو رقم زوجي. هيبقوا نقطتين بلوكايتين يعني. ولو قسمنا ال18 على الاتنين هتطلع ب9. يعني هنعد 8 بلوكات. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وهم دول بلوكايتين الوسط يا شباب. هنكسر ده بقى، مش عايزينه. وبما ان دي 26 بلوكاية يعني برضو فيها بلوكايتين وسط، هنقسم 26 على الاتنين. تطلع معانا، اللهم صل على النبي، تطلع معانا 13 يا شباب. 13 بلوكاية. هنشيل واحدة وواحدة هتبقى 12 بلوكاية. هنعد 12 بلوكاية 12 بلوكاية، ودول هما بلوكايتين وسط. هنكسر دول، مش ليهم لازمة خلاص. هنيجي هنا اهو بقى ونوسطن البلوكات دي، ونشوف نقطة التلاقي بتاعتهم هتبقى فين. هي دي يا شباب نقطة التلاقي، نقطة الوسط بتاعة المثلث، بتاعة الهرم اللي هو العلم ده. فاحنا المفروض نعمل بقى هلال هيكون وسطه بالشكل ده. فخلونا كده مثلا نقول بلوكاية كده وبلوكاية كده. لا مش هتبقى حلوة، دي هتبقى الوسط. مثلا ممكن نقول بلوكاية كده وبلوكاية كده. كسر دول بقى، مش عايزينهم. وهنكسر دول برضو، مش عايزينهم.
ولا هنجيبها هنا كمان شويه ده اهو. يا شباب لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ووصلتوا لحد هنا فدي حاجه تفرحني جدا وتشرفني. اتمنى ان تضغط لايك وتفعل الجرس، بس اهم حاجه تكون مشترك في القناه. وهنا نعمل 2. الشباب بتهيألي العالم ده هيكون كده صغير، اللي هو الهلال. هنكبره شويه. بتهيألي يا شباب كده شكله حلو. هنيجي بقى نعمل النجمة اللي هي هتبقى نفس النجمة اللي هناك في عالم ليبيا بالشكل ده يا شباب. بالشكل ده يا شباب. وبكده يبقى عملنا علم الجزائر. هنجيب بقى الجرين كوريت عشان نملى الحاجات اللي احنا بوظناها دي. كده يا شباب يبقى خلصنا العلم. فاضل حاجة واحدة بس وهي أكيد انتوا عارفينها، إن احنا نخلي العلم ده مش بارز أو الرسم ده مش بارز بالشكل ده كده كده بالريد. أيوه. هنخلص العلم كله ونرجع لكم. خليكم مع الفيديو. وبس كده يا شباب يبقى عملنا علم الجزائر. اتمنى لو الفيديو عجبكم مش تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ولو اي حد نفسه ان انا اعمل علم بلده بس يكتب لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم امجد من قناتكم امجد كرافت.